طب هل هي آمنة؟ يعني احنا دايما بنتفرج على الخيوط بنبقى قلقانين وبنفكر هي الخيوط دي بتروح فين وايه اللي بيحصل، هل هي آمنة؟ الحقيقه الخيط امن بكتير من الفيلر. يعني اللي بيخاف يعمل فيلر، الاماكن اللي بخاف اعمل فيها فيلر زي مثلا المناخير، امن جدا احط فيها خيط. الفكره كلها الخيط لو ما عجبنيش انا اقدر اشيله. في المناخير ازاي يا دكتورة؟ رفع المناخير نفسها بيتعمل بالخيط. حلو جدا. بس الفكره نوع الخيط ايه. احنا دلوقتي عندنا خيوط بوليلاكتيك اسيد، البوليلاكتيك اسيد ده ماده محفزه للكولاجين. كمان الخيط رفيع فمش بيعمل تليفات كتير. احنا دايما المشكله بتاعت الخيط هي التليفات الكتير اللي بتتعمل. كل ما الخيط بيكون ارفع كل ما يمكن رفعه يبقى اقل، لكن هيكون التليفات بتاعته ضعيفه جدا او مش موجوده. البوليلاكتيك اسيد رفعه كويس وخيطه رفيع، وبالتالي انا عندي دلوقتي حاجات كتير. وعندنا هايبرد تكنولوجي اللي هو بوليلاكتيك مع هايليرونيك. دلوقتي الخيوط ابتدت تبقى متقدمه جدا انها تحل لي مشاكل. احيانا الفيلر بيتحرك بيمايجريت، بس يعني للاسف هي فعلا واخده باد بابليستي بطريقه والناس مش طبيعيه، بتحس انها فخوفتنا صعبة كلنا منها يعني. والداون تايم بتاعها طويل. وليها تكنيك متهيألي خاص. هي عايزه تمرس. يعني مش يكون لسه دكتور بادي يحقن فيلر مثلا يعمل خيط. صحيح مظبوط. عايزه ناس متمرسه. يعني لازم كفاءة عالية طبعا في ان هو يعمل الخيوط. طبعا. وبتبقى في الرقبة وكواليتي خيط كويس. طب وهل الخيوط في الرقبة بس ولا يعني الوجه أي حتة في والرقبة الفكرة في الخيط ان انا لو عندي دهون ابتدت تنزل لتحت تتحرك من مكانها، الخيط يقدر يشدها ويرجعها تاني. فانا بدل ما املى فوقيها فواتقل الوش اكتر، انا بعملها ريبوزيشننج الاول. بشد الخد، بشد الجاولز او الجزء اللي تحت من الجو لاين، بظبط الدبل تشين بتاعت الرقبه، برفع الحاجات دي وبعدين اشوف محتاجه فيلر قد ايه. شكلهم بيبقى ناتشرال يا دكتور، يعني ما بيديش البيلو فيس ده بتاع الفيلر تو ماتش فيلر خالص، لان انا برجع الدهون لمكانها وانا بشتغل على طبقه الدهون، فالعضلات مش بتتاثر مش زي السيرجري. فالضحكه هتكون نيتشرال، الاكسبريشن هيكون نيتشرال. وبعدين بعد الخيط مثلا نقول 10 ايام اسبوعين بشوف لو في فوليوم ناقص، هحط بقى كميه فيلر قد ايه، ربع مثلا اللي كان ممكن احطها في العادي. احنا استفدنا قوي من حضرتك النهارده، وثانك يو جدا على المعلومات القيمه.